تعمل ايه لو انت رايح الشركه الصبح ولقيت اتفاجئت بقرار طالع من مجلس اداره الشركه بمجموعه موظفين ان هم هينفصلوا عن العمل ومع السلامه النهارده يا جماعه اخدوا ليكوا، واتفاجئت ان هم بيدوك مستحقاتك، لقيت المستحقات قليله او مش دي مستحقاتك كنت تاخدها يعني. وحبيت ان انت تتكلم معاهم في حقوقك المظبوطه بتاعتك، مكافاه نهايه الخدمه، بدل الاجازات، تعويض طبعا عن الفصل دوت ان انت راجل اتفاجئت بالقرار ومش عامل حسابك فبتاخد تعويض. فدي كلها بتبقى حسبه، بيبقى في تفاوض ما بين الشركه والموظف. طب انت لو انت اتفاجئت ان العرض اللي جاي لك كلام فارغ ومش هيعمل معاك حاجه وده ما ينفعش على المده الزمنيه اللي انت قعدتها، تعمل ايه؟ خطوات رئيسيه، تابع الفيديو للاخر عشان تعرف تعمل ايه بالظبط. انت ليك دور وبعد كده المحامي بيبدا يقوم بالدور بتاعه. هنتكلم على الدور بتاعك انت واول خطوه تعملها. طبعا الكلام ده عشان يتطبق، عشان بس نبقى واضحين، في شروط معينه. لو الشروط دي ما تطبقش على حضرتك يبقى الكلام ده مش هينفع يتعمل. رقم واحد، لازم يكون متامن عليك تامينات اجتماعيه، مش تامين طبي. انا بتكلم على التامين الاجتماعي، ان انت شغال في الشركه دي من تاريخ كذا بوظيفه كذا، تمام؟ والرقم التامين اللي بيتحط ليه؟ لان المده اللي سيادتك بتتحاسب عليها عشان تاخد مكافئتك عن طريق المحكمه لو الموضوع وصل لمكتب العمل ودخلنا على قضيه عماليه، المده الزمنيه اللي بتتحسب هي المده بتاعت التامينات، الا لو انت جبت ما يفيد من الشركه بورق رسمي ان انت متعين فيها قبل تاريخ التامين، ساعتها بتتحسب. معكش ما يفيد ده، يبقى المده الزمنيه اللي حضرتك هتحاسب عليها كمكافاه نهايه خدمه وكتعويض وكبدل اجازات من تاريخ التامين بتاعك لحد تاريخ الفصل، تمام؟ ده بالنسبه للشروط المطلوبه من حضرتك، اللي هو يكون متامن عليك، يكون معاك ما يفيد ان انت كنت شغال في الشركه قبل التاريخ ده. لو ده حصل، ان في شركات كتير جدا بتامن على الناس بعد ما بيتعين بفتره، ممكن فتره طويله، مع عقد العمل. طبعا وجود عقد عمل ده بيقوي جدا دورك في الموضوع وبيقوي جدا موقفك، غير لما ما يكونش معاك عقد عمل. عشان بس الناس تبقى واضحه، في ناس كتير ما بتاخدش حتى ولو صوره من عقد العمل بتاعه لما بيجي يتعين. طبعا ده اكبر غلط بيحصل، وشركات كتير جدا بتبقى متعمده ده عشان ما تحطش نفسها في ضغط من الموظف. بس عايز اقول لك التامينات الاجتماعيه لا، تقدر تاخد حقك من الشركه حتى لو معكش عقد عمل، بس العقد وجوده بيضيف الموضوع قوه وبيبقى ليك وضع اقوى من لو معكش عقد عمل. ده بالنسبه للاوراق او الشروط عشان تبقى ضامن تاخد حقك من الشركه لو هتمشيك ومش هتديك حقوقك كامله او تديك حقوقك بما يرضي الله، يعني زي ما بيقولوا. خطواتك انت ايه بقى تعملها؟ اول حاجه تعملها تروح طالع عامل محضر في اسم الشرطه اللي تابع ليه الشغل بتاع حضرتك. يعني انت شغال في اي حته ايا كان منطقتها ايه، تخرج من الشركه كده تشوف المنطقه اللي انت قاعد فيها دي فين، الشركه مكانها فين، وتروح للاسم اللي تابع ليه الدايره اللي فيه الشغل بتاعك، تعمل محضر اثبات حاله باللي حصل ان انت شغال في الشركه الفلانيه ورحت شغلك الصبح عادي جدا، اتفاجئت ان الشركه بتقول لك مع السلامه انت ايه بره الشغل وما رضوش يدوني ايه مستحقاتي ايا كان ايه نوعها، وتذكر الكلام ده في المحضر. هتعمل محضر اثبات حاله، هتروح واخد الرقم بتاعه، الرقم هتعمل محضر يعني مش طبعا المحضر مش هينفع تاخد صوره منه في لحظتها، لازم المحضر الاول يتعرض على النيابه وبعد كده بيتحفظ وبعد كده بيجيب صوره رسميه منه. فده مش مهم دلوقتي، احنا بنتكلم على الخطوات الاوليه اللي حضرتك هتعملها بشخصك، مش هيبقى محتاج فيها محامي مبدئيا. ليه؟ دي بتاعتك انت. محامي دوره بقى جاي هقول لك امتى، تابعني وانا هتعرف كل التفاصيل دلوقتي. بعد ما بتعمل المحضر حضرتك بتروح رايح على مكتب العمل اللي تابع ليه المكان اللي فيه الشغل. كل منطقه وكل حي ليه مكتب عمل تابع ليه، كل دايره يعني ليها مكتب عمل تابعه للمنطقه دي ماسكه الحي او الدايره دي كلها. فسيادتك بتسال وانت في الاسم، ممكن تسال يعني انت لو مش عارف مكانه وانت في الاسم بتسال فين مكتب العمل اللي تابع ليه العنوان الفلاني او المكان الفلاني، هتلاقي طبعا الناس كلها عارفه. هتروح راح مكتب العمل نفس اللي عملته في المحضر هتعمله في مكتب العمل، شكوى في الشركه ان حصل 1 2 3 وانا عملت محضر بده، وتديهم رقم المحضر يتذكر في المحضر او الشكوى بتاعت مكتب العمل. طب وانت رايح مكتب العمل تاخد معاك ايه؟ تاخد معاك برنت من التامينات، ده مهم جدا. او رقم واحد المستند، رقم واحد تاخد معاك برنت من التامينات. رقم اتنين تاخد معاك ايه؟ اي ورق بقى تاني معاك ايا كان يثبت ان انت كنت شغال في الشركه مع البرنت. يعني معاك تفويض من الشركه بتقوم باعمال معينه، معاك ورقه مرتب كانت طالعه لك من الشركه قبل كده، معاك عقد العمل طبعا يعني يا حبذا اكيد طبعا، معاك مثلا صوره من البطاقه والسجل بتوع الشركه. اي اوراق من دي بقى تحت ايدك طبعا دي بتضيف، لكن لو مش معاك خلاص انت برنت كفايه، البرنت هيقوم بالواجب. بس الحاجات دي بتزودك قوه زي ما انا قلت وبتديك اضافه اقوى.
بعد ما بتخلص الحاجتين دول مكتب العمل بيحدد معاك ميعاد وبيبعت للشركه عشان يبقى في جلسه ما بينك وما بين الشركه، يشوف الموضوع هل هو عارف يحله ويحل النزاع اللي ما بينكم قبل ما يحيل الدعوه او المشكله للمحكمه ولا لا. اول ما بتخلص الحاجتين دول سيادتك بتعمل ايه؟ بتروح جايب بقى المحامي الماسك اللي هيمسك لك الشغل او المحامي اللي بيتعامل في القضايا العماليه، شوف انت لو تعرف محامي او على حسب ما انت هتوكل مين، وتروح جايبه يبدا هو يدور. يبدا منين؟ يبدا من المرحله دي، مرحله اول جلسه بتحصل ما بين مكتب العمل بيجيب حضرتك وبيجيب الشركه، بيجيب الممثل الشركه سواء قانوني او ممثل الاداري اللي معاه تفويض او توكيل من الشركه في المواضيع دي، وحضرتك وبتقعدوا مع بعض. والله اتفقتوا كان بيها، ما اتفقتوش ساعتها الموضوع بيتحال، طبعا بيكتب تقريره وده بيتحال للمحكمه وبتبدا الدعوه تشتغل عن طريق المحكمه العماليه، وكل واحد بقى بيقدم مستنداته لحد ربنا ما يكرمك وبتحكم لك بنسبه 99% و9 من 10، مش يعني يكاد يكون 100% هو بيتحكم لك. عشان بس الناس اللي فاكره ان انت مش هتاخد حقك، لا هتاخد حقك، بس هيتحكم لك بكام والقضيه تخلص بعد قد ايه. دي النقطه اللي محدش يعرفها. يعني اللي يقول لك انا هجيب لك قد كده يبقى بيضحك عليك، واللي يقول لك ان هي هتخلص بعد قد كده يبقى برضه بيضحك عليك. المبلغ بتاع المكافاه اللي هتاخدها او اللي هيتحكم لك بيه دي في ايد القاضي. دورنا احنا او دوري انا كمحامي مع حضرتك بعمل ايه؟ بحاول اجيب كل الاوراق والمستندات المتاحه تحت ايد حضرتك واقدمها للمحكمه عشان المحكمه تحكم بتعويض لحضرتك. بيبقى في تعويض على الفصل التعسفي، بيبقى في حاجه اسمها بدل اجازات، بيبقى في مكافاه نهايه الخدمه. احنا بنقدرها وبنحسبها، انا كمحامي بقدرها على حسب عدد سنين خدمتك وبحطها في الدعوه بتاعتي وبحطها في طلباتي، بحط الرقم، وانت بقى حسب رؤيه القاضي هو شايف بقى المبلغ ده يناسبك، لا انت اقل شويه. في قاضي ممكن يحكم باكتر من اللي انا كاتبه، دي على حسب وظيفتك وعدد سنين شغلك ومرتبك كان كام الفتره اللي انت قعدتها كلها. ده كده ملخص سريع لموضوع الفصل التعسفي، شرحته بسرعه، اعتقد الامور واضحه. انا ما اتكلمتش بلغه صعبه عشان الناس تبقى فاهماني. اي حد عنده استفسار في القصه دي تابعني على الصفحه بتاعتي وحط تعليقك على الفيديو، قول لي مشكلتك وهتلاقيني برد عليك ان شاء الله في اقرب وقت، او على الواتساب برضه سيب لي رسالتك وهتلاقيني برد عليك في اقرب وقت. يا جماعه بعد اذنكم اللي يشوف الفيديو يشيره عشان غيرك يسمعه ويستفيد. وكنت معاكم ومنتظرين فيديوهات ثانيه، وان شاء الله على قد ما اقدر هبدا اوعي الناس في اي حاجه ممكن يقعوا فيها، اساعدهم في خطوات اللي انت المفروض تقوم بيها، والباقي او اللي يخصني انا ده بتاعنا بقى. مش هينفع ان انا احكي انا هعمل ايه، انا هقول لك الاول البدايه وبعد كده نكمل، وربنا يرزق كل واحد ياخد حقه، واتمنى الخير للجميع. اشوفكم على خير.